الآخر الذي يقدح في الاستقامة البدعة. ولا تطغوا أي لا تخترع عبادة تتقرب إلى الله عز وجل بها. يعني الجماعة اللي مثلا الذين يرقصون في مجالس الذكر بعد ما يأكلوا يملؤون بطونهم وكل واحد يأكل له ديك قد كده اهو عايز يهضم. أحسن وسيلة للهضم عندهم يقفوا طابور الله 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 رايح جاي، منه يذكر الله ومنه بيهضم. وإلا الديك ده ممكن يعمل له تخمة. هو ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذا فعله الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون يمسكون بأيدي بعضهم وعدوا يتمايلون يمنة ويسرة؟ لا أبدا. يبقى أنت اخترعت شيئا تتقرب به إلى الله لم يأذن به الله. هو ده الطغيان بقى ومجاوزة الحد اللي احنا بنسميه البدعة. وانا اقول لكم بصراحة، لما واحد يقف كده ويتمايل وساعات كده تاخده الجلالة ويتمايل لحد ما راسه تكاد تصل الى الارض، يعمل كده ويعمل كده الله 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 كده، وعلى حسب بقى انفعاله. طيب لو ان هذا الرجل ذهب الى قصر ملك من الملوك اسمه عبده مثلا، ووقف على الباب قال له يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده، يبقى ده ايه؟ هذا اشبه بالمستهزئ، صح ولا لا؟ كيف يقف بين يدي الله عز وجل ويعمل هذه الحركات ويتصور انه يعبد ربه سبحانه وتعالى؟ يبقى ده ارتقى درجة، وصل إلى درجة الطغيان وركب سلم الحرمان. يبقى الاستقامة بيقدح فيها ايه؟ هذان الشيئان. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي خرج عمل معاصي وبعدين أم رجع تاني إلى الاستقامة. ولا تطغوا أي تتجاوزوا الحد عن أمري